بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا ومرحبا بكم في قناتكم قناة حمدي الدمرداش للتنمية. موعدنا اليوم مع سلسلة فصل الكلام في تفسير الأحلام وتفسير رؤيا الأكل مع الميت في المنام. رؤية الأكل مع الميت في المنام من الرؤى المحمودة، والتي عادة ما تحمل البشرى لصاحبها ولا خوف منها. وقد أجمع كبار علماء تفسير الأحلام أنه قد يكون دلالة على مدى راحة هذا المتوفي ونعيمه الذي يشعر به في قبره. وسوف نستعرض بآراء كبار علماء تفسير الأحلام في تفسير رؤيا الأكل مع الميت بعد الفاصل إن شاء الله. نقول وبالله التوفيق، وبعد الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رؤية الرجل أنه يأكل حلويات مع ميت تشير إلى الخير والرزق الكثير الذي سوف يحصل عليه الرائح. رؤية الرجل أنه يأكل من يد الميت في المنام رؤيا محمودة، استشير إلى العمر الطويل للرائي والخير والرزق الكثير الذي سيصيبه. رؤية العزباء والحامل والمتزوجة والرجل أن الميت يأكل من أكله بشرى بتمتعه بصحة جيدة وسماعه أخبار سارة ومفرحة، والله تعالى أعلى وأعلم. رؤية الرجل أنه يأكل مع ميت سواء رجل أو امرأة وكان هذا الميت معروف بالصلاح بشرى أو رؤيا محمودة، استشير إلى الرزق الوفير والخير الذي سيأتي لصاحب هذه الرؤيا. رؤية المريض في منامه أنه يأكل مع شخص ميت بشرى محمودة ورؤيا محمودة، استشير إلى اقتراب شفاء هذا الرجل وتمتعه بالصحة والعافية. رؤية الرجل أن شخصا ميتا جائعا ويطلب الطعام تشير إلى حاجة هذا الميت إلى التصدق على روحه والاستغفار والدعاء له بالرحمة. رؤية الرجل أنه يأكل مع سيدة ميتة بشرى بطول عمر الرائي. رؤية الرجل تناول لحوم الطير مع الميت في المنام بشرى بحصول الرائي على ميراث في القريب العاجل، أو أنه سيتقلد منصب أعلى ومرموق في عمله إن شاء الله. رؤية الشاب أنه يتناول الطعام مع ميت بشرى بالخطوبة أو الزواج. رؤية تقديم الطعام أو إعطاء الطعام لشخص ميت في المنام رؤيا غير محمودة، استشير إلى تعرض الرائي لخسارة مالية، والله تعالى أعلى وأعلم. أما تفسير رؤيا المتزوجة الأكل مع الميت، فرؤية المتزوجة أنها تأكل مع زوجها الميت تشير إلى اقتراب زواجها من شخص آخر، والله تعالى أعلى وأعلم. رؤية المتزوجة أنها تأكل مع الأم أو الأب الميتان في المنام بشرى بالخير وسعة الرزق لها بإذن الله. أما رؤية المتزوجة أنها تأكل مع أخيها أو أختها المتوفاة
رؤيا محمودة استشير إلى تخلصها من الهموم والمشكلات التي تمر بها في الفترة السابقة. رؤية المتزوجة أنها تقوم بتناول الطعام مع ميت سواء كان الجد أو الجدة بشرى محمودة تشير إلى الراحة والبركة في الحياة. أما تفسير رؤيا الحامل الأكل مع الميت في المنام، فرؤية الحامل أنها تأكل الأرز مع ميت رؤيا محمودة، حيث تشير إلى قرب ولادتها وأنها سوف تكون ولادة سهلة وميسرة بإذن الله. رؤية الحامل أنها تأكل مع شخص متوفي تعرفه، بشرى بأن جنينها سوف يحصل على نفس صفات وسمات الشخص المتوفي، والله تعالى أعلى وأعلم. رؤية الحامل أنها تأكل مع شخص ميت يشير إلى أنها سوف تمر بمشكلة مادية، والله أعلم. رؤية الحامل أنها تأكل مع ميت في طبق واحد تشير إلى انتهاء العديد من الصعوبات والمشاكل والمتاعب في حياتها. أما تفسير رؤيا العزباء للأكل مع الميت في منامها، فرؤية العزباء أنها تأكل الأرز مع الميت في منامها رؤيا محمودة، حيث تشير إلى زواجها القريب من رجل ذو أخلاق رفيعة وسوف تسعد معه إن شاء الله. أما رؤية العزباء أنها تأكل مع شخص متوفي في المنام من طبق واحد، فرؤيا أيضا محمودة استشير إلى زواجها من الرجل الذي تحب بإذن الله. رؤية العزباء أنها تأكل الطعام مع عمتها أو خالتها الميتة رؤيا غير محمودة، استشير إلى الإصابة بمرض ما أو التعرض لبعض المشكلات والهموم خلال الفترة القادمة، ولكن الله سبحانه وتعالى سينجيها منها. رؤية العزباء أنها تنظر إلى الميت وهو يأكل في المنام وتأكل معه من نفس الإناء، بشرى بزواجها القريب من شخص جيد. تفسير رؤية المطلقة الأكل مع الميت، فرؤية المطلقة في منامها أنها تأكل مع زوجها المتوفي، بشرى بقرب زواجها من غيره، والله تعالى أعلى وأعلم. رؤية المطلقة أنها تتناول الطعام مع والدها المتوفي يشير إلى بعض الأمور التي تخشاها ولا تعرف كيفية التخلص منها. رؤية المطلقة أنها تأكل مع والدتها المتوفية أو والدها المتوفي تشير إلى أنها ستتزوج من رجل طيب يعوضها عن زوجها الأول. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المؤمنين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.